السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم سليمان. نشكر اللي تفاعلوا معايا وشجعوني، وثم اللي اشتركوا حتى في قناتي الوليدة اللي ما زالت في بداياتها، في خطواتها الأولى ما زالت تحبي. إذا مع سليمان اليوم باش نتحدثكم على الجزء الثاني كما وعدتكم. تحدثنا المرة اللي فاتت على الصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية وقصتي معها. الآن باش نتحدثكم على الرحلات والأسفار اللي هي من أجمل ومن أفضل هواياتي. شخصيا سافرت من تقريبا من 39 سنة. أول رحلة كانت لي للجزائر سنة 86. كانت مفاجأة سارة. الحقيقة كنت متهيب للخروج، مغادرة البلاد كيف ستكون، وكيف ستكون الأرض والفضاء والمجال اللي باش يكون خارج تونس. إذا سنة 89 ذهبت الجزائر برا مع أصدقاء من الشباب، واحتفلنا مع شباب الجزائر بالعيد الوطني في شهر جويلية فيما أذكر. كانت رائعة وكانت حفاوة كبيرة. طبعا كانت الأيام أيام شلي بن جديد، وكانت الأجواء والأوضاع مستقرة، لكن ما ننساش يعني حقيقة الذكريات الأولى لوصولنا لقسنطينة، خاصة التضاريس والمشهد والجغرافيا، وأيضا حفاوة الناس. نتذكر المسؤول المحلي أو المحافظ خذا الوفد في جولة، ونساني كنت أنا في قيلولة، ولكن لما سمع عاد خسيسا وأخذني في جولة خاصة. اكتشفت قسنطينة وعنابة تيبازا والجزائر. وكانت المفاجأة أيضا الأخرى مع مقابلة أحد أفراد العائلة الموسعة من أصهاري، من أبناء يعني عم زوجتي المقيم في عنابة آنذاك. كانت المفاجأة الكبرى في نفس اليوم تقريبا لما وصلنا لعنابة، كان الجزائر في مقابلة نهائية في كأس أفريقيا وفاز بالكأس. وفوجئنا في الليل بوصولهم، وصول الوفد يعني المنتخب الجزائري الأخضر بلومي وربح ماجر. قابلتهم وحاورتهم بالمناسبة، وهم يحتفلون مع وزير الرياضة الجزائري بفوزهم بالكأس. هذا كان سنة 86. بعدها سنة 88 كانت رحلة للعراق في أيام أواخر الحرب العراقية الإيرانية. وقتها تم تحرير الزبيدات، وكانت حقيقة يعني جولة مهمة لاكتشاف البلد هذا، رغم اللي كان ثم صعوبات لأنه كانوا يمنعوا الصحفيين من التجول براحة. فكانت الإقامة راقية جدا ومرفهة في فندق الرشيد، ولكن خارج الفندق حقيقة الوضع صعب جدا. النساء خاصة متلحفات بالسواد لأنهم أرامل. رينا مشاهد يعني قاسية جدا. رينا حتى الأسواق تقريبا مفتقرة لجل المواد، يعني الواحد ملقاش حتى حاجة تقريبا نجم يشريها كتذكار. ورغم ذلك كان تحدي مني ومن الزملاء الصحفيين اللي كانوا معايا، عبد اللطيف بوستة ومحمد تيويري خاصة، وكان معنا جمال الدين الكرمي الله يرحمه، لكن كان الحقيقة في برنامجه نشاط آخر وحضور معناها واهتمامات أخرى. لكن احنا ثلاثة كنا في كل مرة ناخذ تاكسي ونخرجوا للعاصمة، يعني خارج القانون، مش مسموح لنا لكن بطريقة خاصة. والسواق قادة سيارة الأجرة كانوا ما همش عراقيين. وكانت يعني مغامرة ومجازفة، وبصعوبة لقيت آلة تصوير، لأنه خذيت آلة تصوير واستعملتها لما ذهبنا يوم للجبهة. أخذونا للجبهة، وللأسف قمت بخطأ فني، فالفيلم يعني تقريبا أعدم، واضطريت لاشتراء آلة تصوير. كانت عملية صعبة جدا ومستحيلة، وكانت الصور اللي التقطتها كلها كانت خلسة. كان يمنع علينا التقاط أي صورة على الملأ وفي وضاحة النهار. فالصورة الوحيدة اللي خذيناها بوضوح كانت أمام الفندق، وتعرضنا للمساءلة من الجنود والحرس اللي كانوا موجودين خارج الفندق أمام فندق الرشيد. وحقيقة كان مؤلم جدا أنه قضينا عيد الأضحى في بغداد ولم نرى أي علامة للاحتفال بعيد الأضحى للأسف الشديد. الحقيقة بعد العراق كانت سنة 94 ثلاثة رحلات إلى إيطاليا مع أولاد باب الله ومع نوال غشام ومع صديقي ناجي البغوري في بداياته. في إيطاليا كانت مفاجأة أنه عملنا جولة في روما يوم كامل. كيف هربنا وخارج البرنامج الرسمي، والصور اللي التقطتها كل ما نجحت منهم حتى صورة. فكان تقريبا بالنسبة لإيطاليا ما ثم حتى صورة تذكارية عن الرحلة هذه، أول رحلة إلى إيطاليا. ثم في نفس السنة 94 ذهبت إلى رواندا أيام الحرب للأسف الدامية سنة 94 و95، وللأسف كانت مجزرة وكانت آثار دامية
للصراعات. والمفاجأة اللي تحصلت لي لأنه ذهبنا في رمضان والرحلة كانت طويلة، طويلة جدا، 14 ساعة تقريبا عبر طيارة عسكرية مع الجيش ومع عدد من الصحفيين. أنه لما وصلت يعني تقريبا أغمي علي في أحد مراكز الجنود البعثة الأممية يعني التونسية لكاسك بلو، وحسبت اللي أنا صارت لي مشكلة متاع تسيتسي الحشرة هذيك، لأنه التلقيح اللي خذيناها كانت ناقصة إلى حد ما، ثم تلقيح من التلقيح الأربعة عوضوه، فخشيت. ولكن للأسف يعني كان تعب وإرهاق وضغط الرطوبة والارتفاع والصوم أيضا وطول الرحلة ماهوش، والحمد لله ماهوش معناها إصابة. والأطباء الفريق الطبي هم 3 أطباء كانوا آنذاك قاموا باللازم. المهم الرحلة هذه اللي ما كانتش طويلة برشا كانت بالنسبة لنا الحقيقة شفت بالعين المجردة الآثار الدامية للاعتداءات، يعني أماكن تم فيها تصفية الآلاف من بين الهوتو والتوتسي. والآن الحقيقة لما أنظر بعد 30 سنة أكاد لا أصدق لما أرى المشاهد وصور رواندا اللي أصبحت نموذج تقريبا من البلدان الرائدة في أفريقيا في الجمال وفي التهيئة وفي البيئة خاصة، وفي الرقمنة أيضا. في نفس العام كانت لي رحلتي الأولى إلى مصر سنة 94 أيضا. وفي مصر من المفاجآت السارة الرحلة كانت هدية من الكشافة التونسية لمواكبة الاحتفال بالعيد الكشفي العربي ال40، صحبة عدد من القادة من بينهم المرحوم إبراهيم منصور العيادي والقائد رشاد الخرباشي. والمهم كانت الرحلة هذه فيها عدد كبير من الاكتشافات، أولا مصر والأهرامات، وثانيا لقاءات مع بعض المثقفين والفنانين مثل أمينة رزق الله يرحمها، وكانت لي معها حقيقة لقاء لطيف جدا، وحضرت خصيصا لمقابلتي لإجراء الحوار الصحفي رغم أنها كانت طريحة الفراش. وأيضا محمد ثروت اللي حقيقة أشبه برجل أعمال عنده أملاك ومهندس ولكنه محترم مواعيده مضبوطة. وذهبت مع صديق مصري للقاء فنانين، فأصر أن يكون اللقاء الأول مع فيفي عبده. ولكن لما ذهبنا إلى المسرح، مسرح منوش المنيل، كانوا بصدد البروفات على مسرحية حزمني يا بابا، هكا كان اسمها، ثم يبدو أصبحت حزمني يا، فيها مدحت صالح، فيها محمد هنيدي وقت ما زال جديد، وفيهم فيفي عبده. وكان اللقاء الأول مع عصام إمام أخوه عادل إمام اللي هو منتج المسرحية، بإلحاح من صديقي المصري أجريت معه حوار. ولما حقيقة كنا على استعداد يعني نتهيئوا لمحاورة فيفي عبده، رغم اللي أنا عن مضض قبلت هذا في إطار صفقة أنه نحاورها نزولا عند رغبة صديقي المصري على أساس أنه يأخذني إلى محمد الحلو وعلي الحجار وأسماء أخرى. ولكن كانت المفاجأة أنه سلوكها كان حقيقة مستفز جدا فيفي عبده، فانسحبت الحقيقة من المسرح وخرجنا. وفي الطريق ذهبنا إلى نادي في مصر في القاهرة، وكانت المفاجأة صار أنه في النادي لقينا هاني شاكر وهو يلعب كرة القدم، وكانت مفاجأة حلوة أني أجريت معه الحوار بعد نهاية المباراة، وكان يحلم بأن يأتي إلى تونس، وهذا ما قاله في الحوار الإذاعي اللي بثيته في برامجي الإذاعية. وبعدها بأسابيع جاء إلى تونس واستضافه نجيب الخطاب الله يرحمه، وكانت له جولات في المهرجانات كما حب. والطريف الأمر أنه في تونس حواره وصوره نشرتها أيضا في كتب من الكتب اللي أصدرتها منها حديث النجوم. ولما حاولت باش نقابله في أحد نزول العاصمة لتقديم إهداء الكتاب تعذر علي مقابلته، يعني شفته في القاهرة بدون موعد، وفي تونس متعذر علي مقابلة هاني شاكر. بعدها سنة 97 ذهبت إلى موريتانيا. في موريتانيا الحقيقة كانت الصدمة الأولى أنه في المقابلة الأولى في المطار مع المرافق حييته وقلت له أنا شرف لي أن نكون في بلد المليون شاعر، فضحك قليلا، قال لي هذا بلد المليون تاجر، وهذه نقطة استفهام. ومن غادي بديت نفهم حقيقة التمثل الموريتانيين لنظرة العرب لهم كيفاش نوعا ما ثم نوع من القطيعة ولو الإهمال. وهذه قضية أخرى. قبلها كانت لي زيارة أولى للمغرب سنة 91 إلى مراكش ومهرجان الفنون في مراكش، وذي المفاجأة السلبية الأولى أنه في المطار رجعت، والمشكل أنه كان الجواز السفر منتهي الصلاحية، والتحقت بعد يومين. والصدمة كانت أيضا لما ذهبت المرة الثانية في مراكش كان الاستقبال بارد، وكانت الأخت المرافقة كانت غاضبة لأني كنت الوحيد اللي كانت مكلفة بمرافقته. وقضينا 10 أيام الحقيقة، كانت زيارة لساحة الفناء
وجامع الحقيقة الكبير هذا اللي في المقام هذاك، والأسواق في مراكش. والأجواء الحقيقة المغاربة طيبين الحقيقة. وكانت لي بعد زيارات 4 أخرى للمغرب، مراكش والرباط، وأيضا طنجة وتطوان وشفشاون الروائع زاد درر. حقيقة زرت المغرب بعد في إطار مؤتمر المناخ 2016 و2012 2014 في إطار نشاط صحفي بيئي مع مؤسسة محمد السادس والاتحاد العالمي لصون الطبيعة. كانت زيارات مميزة وناجحة. وآخر زيارة كانت 2019 في إطار ملتقى بيئي إقليمي احتضنوا مقر برلمان المغرب. أنا كنت محظوظ أني زرت الجزائر 5 مرات والمغرب أيضا 5 مرات وموريتانيا. بعدها الحقيقة تكثفت الرحلات. 99 2000 كانت زيارة تكوينية في ألمانيا. ألمانيا صدمتنا وأدهشتنا الحقيقة بنظافتها وجمالها وتمدينها وتحضرها. أول لقاء مع الوفد والمسؤولين في الملتقى التدريبي هذا الاتصاليين البيئيين، كنا 15 تقريبا بإدارة الصديق الخبير الدولي محمد الشريف، ومع مجموعة من الإعلاميين منهم علي إبراهيم فيما أذكر، ومولدي مبارك ومنصف بسباس، وعدد من الصحفيين الحقيقة المختصين المهتمين بالبيئة. فأكرمونا بأنه خصونا بطلب منا يوم أول لزيارة برلين، زرنا كل مواقعها ومعالمها. وكانت حقيقة معناها أنا شخصيا إلى الآن ما زلت في دهشة من حقيقة من المستوى العالي من الاحترام والنظافة والذاكرة، احترامهم للذاكرة واستفادتهم منها، كيفاش عضوا على الجراح. ومخلين في برلين معناها تلقى بنية كنيسة مثلا تقع محطمة من الحرب العالمية وبجنبها كنيسة وبناية أخرى جديدة. وطبعا اللي يقول ألمانيا يقول الثقافة، الفلسفة، يقول الفكر، يقول تاريخ كبير برشا من حتى من الحروب ومن الصراعات. المهم مع ألمانيا كانت رحلات أخرى لدول أوروبية كما إسبانيا 3 مرات، مدريد مرتين، وبرشلونة مرة. برشلونة يعني الجمالية والمدينة بلاد سياحية ومدينة سياحية يمكن الأولى مع باريس على مستوى العالم. وصارت مفاجآت الحقيقة في 3 زيارات هذه لإسبانيا. الزيارة الأولى الحقيقة تعذر علي أن نمشي الأندلس لأنه يوم الزيارة كنت مسافر. والزيارة الثانية والطريف سبحان الله المفارقة أو قدر أنه كان معايا في الزيارة الأولى حمادي الخسيبي مدير البيئة في بلدية سوسة رحمه الله، توفى من 1 أو 2 سنين. وفي الثانية كان معي حمادي بالحاج علي زميلي وأخويا في البيئة مدير تعاون دولي، كيف توفى من 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات، الله يرحمهم الزوز. الزيارة الثالثة كانوا معي أصدقاء منهم شكري المزغني ونبيل حمدي. ومع شكري كنت في تنقل صباحا من الفندق إلى مكان المؤتمر، ندوة سويتش ماد، المشاريع هذه الكبرى للبيئة في الحوض المتوسط، اللي هي برنامج عظيم جدا لدعم المبادرات في مجال التنمية المستدامة لكل دول المتوسط ومنها تونس. كنا ذاهبين ففجأة التفت نلقى كسوة سي شكري كلها بيضة وهي في الأصل سوداء أو زرقاء. فحسبت الدهن يعني أو واحد يدهن وسقط عليه مادة الدهن أو التبييض نقولوا نحن. وأنا في دهشة فانظر، هو قال لي أنت نفس الشيء، لقيت كسبتي نفس الشيء. فجاءوا والتفوا حولنا بعض الإسبان وبعض العابرين وقعدوا يضحكوا، قالوا هذه راهو فعلتها فيكم الطيور والحمام، وهذه راهي مؤشر باهي، هذه طالع خير ليكم، هذا معناها إن شاء الله باش تستقبلوا أخبار باهية. وكانت حقيقة معناها حادثة عمرنا ما تصورها إلى الآن، مش فاهم الكمية هذيك معناها من الهدايا اللي قدمتها لنا الطيور والحمام، مش نقولش أشياء أخرى، كيفاش تلمت ونحن في الطريق مناش حتى تحت حائط أو قرب بناية. ربما مرينا قرب بناية وكان ثم مزاب ولم ننتبه ربما، أو شجرة كبيرة. حقيقة برشلونة كانت مبهرة، ومدريد أيضا ذكر حمادي كان يوري لي مقر نادي ريال مدريد. وزرنا أيضا توليدو هذه 2005 و2003 أيضا كانت زيارتي الأولى. برشلونة كانت 2018 أيضا كانت زيارة مميزة جدا فيها طغى عليها الطابع البيئي والسياحي أيضا. كانت ثم زيارات أخرى منها تقريبا الأخيرة قبل رحلتي لشرق أفريقيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا، كانت إلى موناكو 2021 إمارة موناكو، المدينة الجميلة جدا حقيقة،
البهية الهادئة اللي فيها مساحات خضراء، وفيها معالم ساحلية بحرية، وفيها مواقع ومنشآت للأثرياء، يعني الثراء الفاحش تشوفه بالعين المجردة على مستوى الكازينوات ومحلات المجوهرات واليخوت وغيرها وغيرها وغيرها. حقيقة كانت زيارة مميزة جدا، من إمضاء المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة الركسبا اللي كان يديره صديقي وأخي البيئي خليل عطية. حقيقة كانت زيارة لدرة من درر أوروبا. هي مدينة كأنها محسوبة على نيس، يعني نمشيو لنيس ثم نمشيو للمدينة هذه اللي فيها تقريبا 30,000 ساكن فقط، ولكن يدخلوها في كل يوم 30,000 ساكن. يعني يعملوا ويغادروا في المساء، يدخلوا في الصباح ويغادروا في المساء. كانت أيضا روعة أنه شفنا الفضاء اللي احتضن الندوة والمؤتمر هذه حول المحميات البحرية، هو متحف علوم البحار نجم نقولوا في موناكو، إمارة موناكو. وكان حاضر معنا الأمير بيدو ألبير الثاني. حقيقة كان لقاء حميمي، لقاء مميز فيه معناها اكتشاف كل تقريبا الأصناف البحرية وطريقة العناية بها، مثلا علاج السلاحف وبعد إطلاقها في المحيط في البحر، وأيضا التربية، يعني توظيف الفضاء لاستقبال الزوار خاصة من التلاميذ. زيارات أخرى كما قلت كانت لفرنسا سنة 90، الزيارة الأولى مع وزير الشباب آنذاك الدكتور حمودة بن سلامة، مرافقة لي في نشاط الحقيقة كتغطية ومرافقة إعلامية. وكانت مفاجآت الحقيقة في غرينوبل. أول ما وصلنا وكنا في رمضان كان الإفطار في مطعم تونسي. كانت مفاجأة بالنسبة لي أنا، لأني كنت خايف كيفاش باش يتم الإفطار في فرنسا، وفوجئت بأنه ثم تونسي في غرينوبل. ثم في مارسيل وفي ليون كانت لقاءات مع عدد من التونسيين. وبعدها استأذنت الوزير في أن أغادر قبله إلى تونس، لأنه كان عندي تصوير برنامج شبابي تلفزي، هذا كان في مارس 1990. بلدان أخرى عديدة جدا زرتها، بينها جنوب أفريقيا سنة 2011 في إطار المؤتمر المناخ الكوب، اللي أول مرة نحضر مؤتمر عالمي للمناخ. كانت مفاجأة كبرى ومدهشة، والحقيقة حدث كبير. أول مرة نلقى روح مع 1500 صحفي تقريبا، نقوم بالتغطية طبعا وزارة البيئة لما كنت مكلف بالإعلام. ومن أكبر المفاجآت اللي حدثت، رغم أني ما شفتش نيلسون مانديلا وقتها، هو أنه كنت في دوربان اللي هي من أكثر البلدان في العالم، مدن في العالم على مستوى الجريمة. وطبعا كان شبه ممنوع علينا نخرج في الليل. والمفاجأة الأولى كانت أني يوم جمعة سمعت الأذان ونحن في مقر المؤتمر، حاولت نمشي للجامع فقضيت تقريبا ساعة في الطريق، ولما وصلت لقيت المصلين تقريبا بصدد الدعاء والمعقبات، ولما حاولت نرجع لمقر المؤتمر ما عرفتش نرجع. فكانت حقيقة صدمة ومفاجأة كبرى، وانتابني الخوف وخفت يسدل الليل الظلام وأنا تائه في الطريق، وخفت أني أسأل الناس، حتى سبحان الله ربي ألهمني ووصلت إلى مكان حتى لقيت الأشخاص هذوما الحقيقة من الهند، أعتقد باكستان أو بنغلاديش، فكملت معهم الجولة حتى أعادوني إلى مكان المؤتمر. هذه أول مشاركة لي في مؤتمر كوب اللي أنا حرصت وتمنيت نحضر فيه من سنوات، الحقيقة 2009 في الدنمارك أعتقد كوبنهاغ، وتعذر الحقيقة طلبت، ولكن تمت الإجابة بالاعتذار أني نكون في الوفد الصحفي، لكن ربي حقق الأمل متاعي. وكانت رحلة تزاوجت فيها المهنة والجانب الصحفي أيضا، الشغف متاعي بالعمل الصحفي والكتابة وتغطية الأحداث باستكشاف المكان والتعرف على الناس. في إفريقيا زرت أيضا السودان كانت 2007 تقريبا في إطار مؤتمر الإسيسكو كمشارك وكخبير، أشرفت على إحدى الجلسات وقدمت بعض المداخلات مع عدد من إطارات العرب المهتمين بالبيئة. وفي السودان كانت لي زيارات لبعض المواقع، من بينها النيل، أخذونا في جولة في الليل ووصلنا إلى المكان اللي قالوا هو فيه اقتران النيلين الأزرق والأبيض. والآن أنا بصدد أني أكتشف منبع النيلين. ذهبت من شهرين إلى أوغندا حيث منبع النيل الأبيض، وإن شاء الله قريبا في إثيوبيا يكون اكتشاف المنبع النيل الأزرق اللي هم يقترنوا كما قلت في السودان. في دول أخرى الحقيقة كانت مفاجآت من نوع آخر.
كوريا الجنوبية على سبيل المثال في مؤتمر الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، الحقيقة بمساعدة كريمة من أخي ماهر محجوب اللي هو مسؤول في مركز الاتحاد في المتوسط في ملقا تحديدا في إسبانيا، زميلي طبعا سابقا، ومن لطفه أنه ساعدني إلى حد كبير في أني نكون في المؤتمر الكبير هذا، ونكون في كوريا بالذات اللي هي رمز التقدم والتطور والتحدي. والحقيقة كنا في جزيرة جيجو البركانية، وكانت الحقيقة عدد كبير من المحطات واللقاءات مع ناس من العالم من القارات الخمسة حول الهاجس والهم البيئي واحترام الطبيعة. وكان معنا الصديق عزيز صلاح الدين القنوني اللي هو من زملائي في المهنة والآن في كندا، نحييه ربما يتابع معنا الفيديو هذا. تعلمت الكثير طبعا في المؤتمر هذا من خلال اللقاءات، من خلال متابعة المؤتمر هذا اللي افتتحه الرئيس كوريا نفسه. كانت لي دردشة صغيرة أيضا مع وقتها المديرة العامة أو رئيس الاتحاد هذا، وكانت أيضا مصافحة مع بعض الأصدقاء من الوفد التونسي طبعا اللي كنا مع بعضنا مجموعة من الإطارات من البيئة ومن الفلاحة ومن المنظمات، من بينهم منظر فرحات الله يرحمه. أيضا كانت زيارات أخرى لبعض الدول العربية كالأردن أكثر من مرة الحقيقة الأردن، وكانت اكتشافات لبعض الأصدقاء والأشقاء العرب، وجولة في عمان، وكانت الحقيقة أجواء مرحة مع صديقي طارق مرابط، واكتشاف الفن والموسيقى الأردنية. وأخذونا في إحدى المرات اللي هي 2014 مع زملاء من قطاع النفايات في تونس، وخاصة الطيب رمضان ومحمد اسماعيل وأنيس اسماعيل. كانت الحقيقة زيارات لمعالم مميزة في الأردن، من بينها البحر الميت اللي أقيم لنا عشاء على ضفاف البحر الميت. إلى جانب الأردن اللي زرتها 3 مرات، أيضا سوريا كانت لي الحقيقة فرصة أني كنت في دمشق، في جامعة دمشق تحديدا، في مؤتمر حول التوعية بالاقتصاد في الماء مع أصدقاء من السوناد اللي هم سهام التريمش وعاطف الفوراتي، ومع صديقي أيضا طارق مرابط رفيق الدرب. وكانت رحلة ممتعة جدا الحقيقة، دمشق الجميلة الساحرة، وشفنا معالم مائية. وكانت مفاجأة من المفاجآت اللافتة أنه في إحدى الرحلات وإحنا في الخارج، واحدة من المرافقات معنا من دولة عربية قالت انظروا التفتوا وانتبهوا. نظرنا فإذا كرسي معلق في أحد نوافذ بناية، قالت هذا كرسي كهربائي أعتقد يستعمل للتعذيب أو شيء كهذا. فإحنا كنا في بهتة وفي دهشة. طبعا كانت ثم إشارات كثيرة حول أنه ثم مراقبة كبيرة الحقيقة لكل شيء، كل ما يجري حتى في الفندق، فما كانش ثم حتى تعقيب الحقيقة على هذا. المهم كانت بشكل عام أجواء الورشة مميزة جدا ولافتة، وكانت لنا حوارات الحقيقة ولقاءات حتى مع بعض الصحفيين اللي زارونا. وكانت لي جولات في دمشق في الأماكن المحيطة بالجامعة، ونذكر خذيت كتب ومجلدات، بعض المجلدات حول خاصة نتذكر 2 كتب منهم كتاب مميز جدا، هم 2 اخذوهم أصدقاء وما رجعهم ليش، واحد على الجنة واحد على النار، سبحان الله. يوسف وصف دقيق جدا ومشوق لأهوال النار، وخاصة أيضا لمشاهد ونعم الجنة. الحقيقة ثم بلدان أخرى كما ذكرت أنا، عربية وأوروبية وإفريقية. أهم الحقيقة 2 بلدان زرتهم هما أولا السعودية، ذهبت للحج 2010 وكانت سبحان الله قدر، ما كانش مرتب، وهذه تحتاج وحدها قصة، لأنه 5 أيام فقط قبل موعد آخر رحلة للحجيج التونسيين جاءت المفاجأة، وربي قدر سبحانه أني أذهب إلى الحج. وفي الحج ريت أشياء جميلة جدا، شهر كامل في مكة، وأيضا 3 أيام في المدينة المنورة اللي كانت فيها راحة نفسية كبيرة جدا، المسجد النبوي. وشرفني ربي أني صليت في الصف الأول وزرت الروضة الشريفة، وهذا ما نحبش نتعمق فيها برشا، فقط أسأل الله القبول وأنه نرجع إن شاء الله. ربي يكتب لنا ويكتب لكم أيضا زيارة مع التوفيق إن شاء الله والقبول. بلد آخر أحبه كثيرا الحقيقة، واعتبر من أجمل البلدان اللي زرتها إلى حد الآن هي تركيا، وحرصت كثيرا أني أزور تركيا 2017 مع بعض الأصدقاء. ونحيي الأستاذ ريم العبيدي اللي يسرت لنا الرحلة هذه مع أخي كمال ومع الأستاذ نبيل علي ومع بعض الأصدقاء الآخرين محمد عبروقي وغيرهم. فاكتشفنا الحقيقة، أنا كنت حلمي أن أزور مقام السلطان محمد الفاتح، وفعلا كتب لي زيارته بفضل الله سبحانه، وبفضل أخت وزميلة إعلامية راقية جدا حرصت أنها تكرمني
في اليوم الأخير للإقامة هذه، ويسرت لي الحقيقة زيارة المكان هذايا، المسجد اللي فيه مقام محمد الفاتح رحمه الله، وأماكن أخرى الحقيقة. وزرنا أماكن أخرى يعني فيها مساجد وجوامع، طبعا سلطان أحمد وغيرهم معروفة، والمتحف توب كابي اللي فيها طبعا الآثار الكبيرة للتاريخ الإسلامي. وأيضا التليفريك، لأول مرة الحقيقة نستعمل التليفريك، وقابلنا أصدقاء الحقيقة، وكانت مفاجأة حلوة برشا. همها تقريبا المنجز الأول هو أنه في يوم واحد كنت في 3 قارات في يوم واحد. يعني من إفريقيا سافرنا إلى تركيا الشطر الأوروبي في نفس اليوم اللي وصلنا فيه، نقلونا عبر البوسفور. يعني حقيقة هي ممتعة جدا الرحلات البحرية هذه، اللي هم بالمئات أو الآلاف الزوارق هذه والبواخر الترفيهية والخدمات فكنا في يوم واحد انتقلنا للجانب الآسيوي، وكان هذا في حد ذاته يعني منجز لم نحسب له أي حساب. البلدان الثلاثة الأخيرة اللي الحقيقة يعتبروا درر في أفريقيا، شرق أفريقيا، اللي هم كينيا لأول مرة أزور بلد وأمكث فيه مدة أكثر من شهر، لأنه في الحج بقيت شهر وربما أسبوع 5 أسابيع، ولكن هذه المرة 2 و4 أشهر إلى حد الآن، أو 5 أشهر. كينيا المتفردة، كينيا الغنية بالثروات والمحميات والحدائق حيوانية ونباتية، كينيا الطقس الاستوائي المميز جدا الخاص، كينيا أيضا التنوع الثقافي. طبعا الكينيين يتحدثوا بالسواحلية، ولكن موجودين جاليات ومجموعات كبيرة، خاصة من الصومال، أكبر يمكن كثافة سكانية من الصومال، لكن موجودين أيضا الصينيين والهنود والآن السودانيين، وثم مجموعات أخرى مصريين وغيرهم. التوانسة طبعا أقلية كبيرة، يمكن حوالي 100 تقريبا، لأنه ثقافة أخرى ومجال آخر موش فرنكوفوني. لكن كينيا تغالب، كينيا رائدة على مستوى البيئة، فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مقرها موجود لهنا، يعني ثالث نجم نقول مركز أممي في العالم بعد نيويورك وجنيف. وتتحدى أيضا كينيا رغم ظروفها الاجتماعية والاقتصادية المتوسطة، مش نقول حاجة أخرى، رائدة على مستوى استعمال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، على النقل أيضا النظيف من السيارات الكهربائية وغيرها، والتشجير خاصة. يعني ما يكفيش اللي ثم البلاد تقريبا مشجرة خضراء بطبيعتها، عاملهم تحدي، مليارات الأشجار يزرعوا فيها في الفترة هذه. طبعا كينيا قاعدة تقود إفريقيا، وهي رائدة على مستوى العمل المناخي والدفاع على الدول الإفريقية، وعملت قمة من أواخر 2023 سبتمبر، قمة عالمية لإفريقيا حول المناخ، فيها نداءات وفيها يعني تعبئة لجهود دولية لدعم الدول النامية، وخاصة إفريقيا في مجال حماية البيئة والتكيف، و يعني إنجاز وتنفيذ التعهدات الدول الإفريقية والنامية في الانتقال الطاقي والتكيف المناخي والحفاظ على البيئة. زرت أيضا في الأثناء تنزانيا اللي فيها جبل كليمانجارو، لكن الحقيقة جبل كليمانجارو وقتها ما نجمناش نوصلوا له. جبل كليمانجارو يلزموا على الأقل أسبوع باش واحد يكتشفه، على قمة في إفريقيا. ولكن تنزانيا المسلمة اللي رئيستها مسلمة أيضا، كان ثم حب اطلاع، وشفنا الحقيقة البلاد ورينا فيها الحقيقة، خاصة أروشا وموشي، ما وصلناش ربما المدن أخرى ولا زنجبار، ولكن خذينا عينا الحقيقة، وشفنا الجبال وشفنا شلالات وشفنا الحدائق والمحميات في تنزانيا. وأيضا أوغندا مؤخرا، أوغندا آخر تقريبا بلد زرته، اللي هو البلد رقم 23 في الرصيد متاعي، اللي هي أوغندا، صحبة صديقي طه متيابة، صديقي وأخي وزميلي، اللي هو أوغندي مسلم. واكتشفنا قديش ثم المجموعات مسلمة وأنشطة دينية ومساجد ومراكز إسلامية، رغم أن البلد مسيحي، المسلمين يمكن 15% تقريبا وربما أكثر، لكن الأرقام الرسمية هذا اللي تقوله. وطبعا كانت الزيارة لمنبع النيل في بحيرة فيكتوريا، النيل اللي هو أطول نهر في العالم، وبحيرة فيكتوريا اللي هي ثاني أكبر أيضا بحيرة في العالم. أوغندا طبعا اللي يقول أوغندا يقول الثروات الطبيعية وتعتبر لؤلؤة إفريقيا، ويقول أيضا رئيس يحكم من 39 سنة وسيحكم، يستعد للدورة أخرى جديدة. وللأسف التنمية والبنية الأساسية مترهلة، وخاصة الطرقات والنقل حقيقة مأساة جحيم. يعني لولا أنه ثم عشرات إذا مش مئات ألاف الدرجات النارية اللي تسمى بودا، لكانت الحياة متوقفة بكل بساطة في العاصمة كمبالا وفي المناطق المجاورة لها.
كانت الحقيقة اكتشافات جميلة، وتعرفت على أصدقاء منهم عبد الناصر ومنهم أبو بكر ومنهم الشيخ عبد الرحمن. كانت زيارة غير مبرمجة لجامعة لمسجد في المعهد اللي درس فيه صديقي طه، نلقاوه يدرس في الطلبة تلامذة يعني صغيرات في القرآن، وسمعنا تلاوة جميلة جدا للقرآن الكريم من الشيخ عبد الرحمن اللي هو من الباكستان. هذه كانت تقريبا جل أهم محطات الرحلات نتاعي ال 23 وجهة. ثم اللي زرتهم 5 مرات وثم اللي 3 مرات. ورغم اللي أنا عندي آمال أني نزور ربما إيران وفلسطين إن شاء الله لما تتحرر، وأيضا أمل متاعي أني نزور بلد على الأقل في أمريكا اللاتينية، وربما أستراليا، وربما أيضا في آسيا يعني روسيا أو واحدة من الجمهوريات معناها السوفيتية السابقة، تركستان أو كيرغيزستان، يعني واحدة من المجموعات الدول هذه. لأنه هو يفترض أنه باش يكون واحد من كبار الرحالة يلزمه 50 دولة على الأقل زارها، وإلا 25 دولة يكون مرشح باش يتحصل على يعني درجة أقل، مش درجة معناها رسميا من كبار الرحالة. النادي اللي يرأسه صديقنا سي رشاد تريمش مشكور، اللي هو مثقف كبير الحقيقة ورحالة من أكبر الرحالة في العالم، أنا شخصيا نعرفه من ربع قرن واستضفته في التلفزة مرتين. مدهش في تواضعه، مدهش في ثقافته الموسوعية، في معارفه الدبلوماسية والسياسية والتاريخية. وكانت مفاجآت كبيرة الحقيقة لما تحدثت معاه، كنز كبير لما تتحدث معاه حقيقة، كأنك تحكي مع 1000 أو الناس، يعني مجموعة كبيرة من فئات علمية وآفاق متعددة ومتنوعة. فهو وعدني قال لي لو كان توصل 25 بلد يمكن تقدم طلب، ويمكن تكون في عضو في النادي هذايا. طبعا الحلم أنه إن شاء الله يتحقق ربما هذا العام، زيارة لإثيوبيا إن شاء الله قريبا، وربما زيارة أخرى الدولة من الدول القريبة أيضا، جيبوتي أو إريتريا أو ربما الصومال. هذوما بشكل عام نماذج ولمحات من تجربتي في الرحلات. طبعا كتبت على رحلاتي يوميات السندباد، صدر سنة 2008 الجزء الأول، والجزء الثاني صدر من سنتين أيضا، تعالوا معي إلى نيروبي، يوميات سندباد 2. وثقت فيهم جانب من التجارب هذه ومن الرحلات ومن الذكريات اللي كانت في معظمها إيجابية، رغم أنه كانت بعض الإشكاليات، لأنه ثم بعض الرحلات لم تتم. مرة عدت من المطار وكنت ذاهب إلى بولونيا سنة 2018 للمشاركة في مؤتمر المناخ بسبب خطأ في التذكرة، اسمي كان خاطئ، ارتكبوا خطأ في الاسم نتاعي. وأيضا ثم زيارات أخرى ألغيت أو أخذها آخرون في آخر لحظة لسبب أو لآخر، كما السنغال، كما البرتغال، وكما لبنان أيضا. هذوما رحلات كانت مبرمجة، وكانت أحيانا تكون عندي تذكرة، ولكن في آخر لحظة يأتي من هو مترشح ومتحمس أكثر، وربي ما يكتبش ربما للزيارة هذه. أهم رحلة كانت طبعا رحلة الحج، إن شاء الله تتكرر. وأجمل المناطق البلدان اللي زرتها كانت تركيا، ثم ألمانيا وكوريا، ولكن بلد إفريقي كما كينيا في كل مرة الحقيقة تكتشف أشياء جديدة فيه هو وفي البلدان المجاورة. وربما يكتب أيضا أن يزور رواندا مرة أخرى بعد 30 عام، نشوف ماذا تغير، وحقيقة الخطوة الجبارة اللي حققتها رواندا بعد ما تجاوزت مرحلة الأزمة والفتنة والاقتتال الداخلي. ننتظر تفاعلكم وربما تساؤلاتكم، تعاليقكم، ونشكركم سلفا على الاهتمام وعلى المتابعة وعلى دعم القناة متاعي. شكرا وإلى اللقاء.